صل على محمد صل على محمد صل على محمد. يا جماعة احنا والجعل هذا وين صار؟ يا محمد واه قلت اري تعال انا. يابا ايش تشتري؟ شوف يا ولدي اشيك الان تروح البقالة تشتري مقاضي الغداء نتغدى سريع. تمام ابشر ولا عليك، هات الزلط. امسك هذه 100 لا يغرك اني مشططة وما يقبلوها. امسكها. مالك يابا؟ هذه مش 100، هذه نص 100. صاحب الدكان ما يقبل هاي. ليش انت هكذا لغجة؟ ما تفهم؟ عطفها سكتة ومكنها صاحب الدكان وما يدريش. خلاص ولا عليك، انا اعطفها ونمكنها سكتة. ايوه تعجبني. سير ادي حبة بيضة وحبة مرقة دجاج وكبزرة وبيع وحبة موز قلة وحبتين تفاح. مالك يابا؟ ما انا لو قلبت هذه ال100 إلى 100 دولار. اصحى مش احنا في عهد فرعون، قد الدنيا غلا في غلا، لا توقع جلد لهذه الدرجة. عادك تسوي بها ابن الكلب. يا ابني بتجمع الريال فوق الريال عشان اليوم من الابيض من اليوم الاسود، مدري الاسود من الابيض. نفهم فهم. مالك يابا؟ النوم منك صدق، البيض الحلا ب100. شو الصدق؟ هات ال100. انا قلت اطوركم ادي لك 100 تصير تبزوا مقاضي لكن موت وجوع ما تستاهلوش ولا حاجه. انا وانت يابا حسستني انك يوميا بتاكلنا لحم صغير، هو بيض وزبادي. انت قزيت فيها اللقابات. قم جنبي قم. قامت بطونك. جمع الريال فوق الريال. مالك يا ولدي؟ رجعت من المدرسة؟ هذا بدري مسرع قد جيت. يابا المدير طردني من المدرسة. ليش بيطردك هذا الحيوان؟ وإحنا كل شهر بندي له 1200 ريال يمني حق الرسوم. مش على الرسم يابا. كان على ايش طردك هذا اللغجة؟ يابا هالمدير حلف ما زيد ادخل المدرسة الا لو ما حلق شعري. ها كيف؟ شي زلط. اسمع يا ولدي لا تحلق انت هكذا حالي. بعدين من حضرة ابوه هذا المدير يحلف علي؟ من ابوه؟ انت هكذا قمر. خلاص يابا ما بشي، ما دام انا هكذا حالي، ليش ما تربي قعشة توقع حالي نفسي؟ ها كيف؟ ايش؟ يا ولدي انا كبير في السن، وبعدين لو ما كنت انا صغير مثلك كانت معي قعشة، كنت الهيبة في الحارة، كانوا كلهم يفتجعوا مني. قول ما تشتي زاط وخلاص، انت هكذا جلده ما نقدر نخرج منك الرياء. عادك تقول على ابوك جلده؟ عادني كنت شدي لك حق الحلاقة، لكن والله ما زيد شم ريال. هيا سير دور بقرة الحسن. إنا الله وإنا إليه راجعون. الله يهديك بس ما عندي إله إلا بالهداية. قوم من عاد وش يتكلم علي؟ ما عليك إذا راحت لك والله ما تفلت. أنت حتروح وأنا أوريك. لا بيجيك لبس. السلام عليكم يابا. وعليكم السلام ورحمة الله. خير يا ولدي ايش كتبه معانا اليوم؟ يابا لو جيت امس ارد صاحبي كنت عاد تجمل. ليش كذا كنت بالنيابة عني؟ لا يابا انت فهمتني غلط. كان ايش قصدك؟ صدق يابا ان انا امس من نص الرقصة علق. تدري ليش؟ ليش يا ولدي؟ سلامات. كمل القاعد. اوه يا ساتر على ولدي. امانة لو كنت موجود لا كنت خزنت لك. حرجتني يابا والله انك ما تقصر. اليوم انا اعوضك يا ولدي ولا عليك. امر الدلل ابوك موجود. كم تشي زلط؟ إن يابا انا بدالك. اشتري بس 5000 ريال. ايش؟ كم تشتري؟ اذا بتشوف يابا 5000 قليل عادي ادي 7000 قدي مع المحروقة. مالك يا محمد اليوم ما صرت المدرسة؟ لا صرت المدرسة بس المدير مسكني وطردني وحلف ما زيد ادخل المدرسة الا وقد حلقت شعري. وانت ليش ما تكلم ابي يدي لك فلوس سحلك شعرك؟ قد كلمته بس قدك داري ببي اي حاجة بينها فلوس يقلب وجهه ويقوم يصايح. وانا الان مودف من ابي ما انا داري وين اهرب منه يا خبره. ليش ايش قد فعلت منك بلا ما ودفت بنفسك؟ صدقوا اني بعد 5 سنين قررت اقصر جسمي. تمام حلو اتفعل في نفسك الخير. بعدين قلت بروح حمام بخار اتروش واتنظف، وعندما وصلت لهانك بسروني بهذا الشكل هكذا قالوا ضروري رقود، وانا قلبت عليهم مصيحت قلت مالك يا رقود؟ قالوا خلاص بنحولك حمام جارف. قوية يا مرة ثانية لا تفيدها. ما دخل بي في الموضوع. مالك يا أحمد؟ هو صدق ما دخل بي في هذا الموضوع. بعدين قلت بتروش بالبيت، وصلت لهانك وبتقطع لي باب الباب قال لا تروش الوايت غالي تيمم تيمام. ايوه وانت ايش فعلت؟ ورجع الضبع سكبت استطلب لي بينها الماء كله
فحط وهو لحقني قال لا ما تروح إذا ما لطمك لطمة. والله انك ودفت بس الله يخارجك. والله نبي قد بيحاصرنا قوي، حتى انا طلبت منه فلوس ما بصرت نفسي اللي قد انا في الشارع من كثر الضرب. ما هذا انا معك، قد بيحاصرنا قوي، بس تقول ام بيسير الراتب اللي يستلمه من الشركة بيستلم لحالها 3000 دولار من غير الإكرامية. هو صدقوا ان هذا الايام بين لاحظ بيخرج في اخر الليل ويصير المزرعة حقنا وفي حضنه حاجة ويروح للبيت. شكله بيخبي فلوس ولا ذهب. هيا يا الناس اللي بصير يشبه هيدا انت والخبالة حقك، ابي ما بيخرج الا لو معه حاجة. انت متأكد من كلامك؟ ايوه متأكد 100%، بس شفتها عدة مرات مش هذا المرة بس. الموضوع شكله كبير. خلاص اسمعوا، نروح الآن للمزرعة حقنا ونفتش بقعة ما نخرج إلا على خبر. هيا خطينا. هي تعال انا تعال. بابا افتح. وين احنا من زمان راقدين وابي بيخبي علينا هذه الزلط. هيا خطينا. هي شوف يا محمد اخي، انا معي عرس عز صاحبي وانا شي فلوس، والله لا اقتلك حتى لو انت اخي. ابشروا انا في هذا المواقف ما رح امشي. قد لي من التلويشة 5 سنين، اشتي زلط الان الفجوع مريعين لي يصير المسبح. ما لكم قلبتوا هكذا؟ نسيت ان احنا اخوة وماشي. حتى انا نفسكم بحاجة زلط الشاسر احلق شعري واكمل دراستي. في هذا الموقف شيل الهدوء والتركيز والجد والاجتهاد، مش بعدها نتضارب نتقاتل واحنا اخوة. اي والله يا محمد اخي كلامك صح. كيف على الضمان انك ما تهرب علينا؟ اسمعوا، شو كل واحد يضمن زلط اني ما تهرب. ايوه اخي. انت زقم من طرف الشنطة وانت زقم من الطرف الثاني وانا شزقم من الوسط، وصرنا بقعة نتفاهم ونتقاسم ونخلي ابونا يقرح جو حق ما بيتجيلد علينا ويخبي هذا الزلط. هيا خطينا. هاي. اللهم احفظ اليمن واهلها، اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وأمتنا بسوء فاجعل كيده في لو عجبك نحره. الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.